غمضوا له عينه ومراته هتشوف اذا كان هيعرف ايديها ولا لا. اوعى يا ابني تسقط في الاختبار، انت لو سقطت هيتعمل منك جلاش، والله العظيم هيتعمل منك صينية جلاش، انما ايه حاجة كده ما حصلتش. ايوه، وهتكون انت اللحمة المفرومة. طبعا انت فاهم ها. اعرف ايديها بقى كده، واوعى تودي نفسك في داهية وتودينا معاك في داهية. إيه هي مراته اللي لابسة عروسة دي، اللي لابسة ابيض؟ اوبا، هو انتي ليلة فرحك جاية تختبريه كده يعني؟ شكله كده هيسقط في الاختبار، وبدل ما تروحي يا قلب امك على العش الزوجية هتروحي على بيت امك تاني. اه والله خلي بالك بقى، خلي بالك يا عتريس، ده انت لسه هتبدأ حياتك، فاللي هو حرام يعني تتطلق قبل ما تدخلوا، وقبل ما تبقى مراتك، وقبل اي حاجة خالص، يعني حرام قبل ما تدخلوا البيت تقوم مطلقها اساسا. حد قالك تعمل حاجة زي كده؟ في ليلة فرحكوا يا جدع؟ طب كنت استنى سنة سنتين ولا حاجة. يلا ما علينا. يا شايفين عداها بقى اهي، وهي البت هتتجنن. حستنيش يا عيني، شفتوا الحزن؟ ما حستش ايدي، ما حستش ايديها. انت ما حسيتش ولا واحدة خالص؟ ايه يا عم حرام عليك، ده حتى لسه عروستك يعني ما لحقتش تزهق منها وما لحقتش اي حاجة. يعني لو كان عدى سنة اتنين نقول ماشي خلاص زهقت منها وبتاع، بس دلوقتي هي مرتك، مرتك يا استاذ، ولسه يعني لسه في الحب، ولسه في قصة حب، ولسه لهفة البدايات، ولسه في اول الجواز وحاجات كده الحلوة دي. ايه ده؟ معرفهاش برضه؟ اه يا منيل على عينك يا منيل، روحي اديله قلمين على وشه فوقيه، هو محتاج يفوق. روحي يا بنت فوقيه. احسن حاجه ان هم عاملين الاختبار ده، مش مخلين اي حد لابس حاجه في ايديه، وده احسن حاجه. لان في اختبارات قبل كده من دي شفتها كانوا بيستهبلوا، كانوا مخلينهم لابسين اكسسوارات عادي، ولابسين خواتم، ولابسين حاجات، ما هو ممكن يعلمها من الخاتم او من الهويشه او الانسيال او اي حاجه عموما. هي بقى عماله تقول يا رب يعرفني، يا رب، يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. ايه يا عم، ايه يا عم حرام عليك يا عم، ده البت فقدت الامل. حرام عليك، البنت انهارت يا عيني، ومش قادرة تستحمل ومعرفش ايه، والله حرام عليك، حرام بجد. البنت اتصدمت اهي وعمالة تعيط وتقوله ازاي ما حسيتنيش، ازاي ما قدرتش تميز ايدي، ازاي هان عليك ايديا، ازاي ايدي ما حسيتهاش للدرجة دي، ايدي كانت وحشة ومش عاجباك، اخس عليك اخس. طلقني، طلقني علشان انت ما قدرتش تميز ايديا من بين كل القيود.